يعني ايه يا حضرة الناظر؟ انا مش ناظر وبس، انا مدير المدرسة والمسؤول عنها وصاحبها. طب يعني ايه يا صاحبها؟ ثم ان المدرسة مش منفعة شخصية، دي منفعة عامة. يعني انت مالك ومال المريخ؟ ما تبص تحت رجليك وتشوف نفسك مين؟ ده انت حيالله قلقاسة. عندك حق يا حضرة الناظر، عندك حق. عشان كده بقى يا ريت حضرتك تقبل تمضيلي على الورقة دي. تاني؟ يا ابني انت ايه ما بتتعلمش؟ يكون في علمك انت لو تماديت في حكاية المريخ والتنطيط علينا بسيرته على الفاضي وعلى المليان هيتهموك بالهبل والجنون، ويبقى مكانك الوحيد مستشفى الامراض العقلية مش المريخ. طب يا ريت بقى حضرتك تمضي على الورقة وما تصدرش على افكاري. فيها ايه الورقة دي يا اخويا؟ استقالتي. السكة اللي تودي وادي امضتي. متشكرين قوي لحضرتك، ربنا يخليك لمصر. حسن راح فين يا استاذ بدوي؟ قدم استقالته من المدرسة، وبعدين؟ ومن بعدها اختفى من المدرسة ومحمول ومغلق. يا استاذ بدوي، لك تحياتي يا أنسة فريدة، وأسيبك بعد إذنك لأن الناظر يناديني. أفندم يا حضرة الناظر. مين الهانم؟ دي فريدة الجيار يا حضرة الناظر، كانت طالبة عندنا في المدرسة. وجاية تعمل ايه هنا؟ بتسأل عن مستر حسن قلقاسة. دي تعرف قلقاسة وبتسأل عليه؟ أي نعم. ويا ترى ابوها يوسف بيه الجيار عنده علم بلفها ودورانها ورا واحد مجنون زي قلقاسة؟ سيادة الناظر لا تورطني في أسئلة لا أعرف لها إجابات. افتح يا حسن، يا حسن افتح يا حسن، ما تبقاش عبيط انت كده بقى، بتأكد كلام الناظر التافه ده. يا ابني افتح بقى. ازيك يا انكل جلال؟ انت مش هتبطلي حكايه انكل دي. اهلا اهلا يا لسه فريده. حسن فين يا انكل؟ حابس نفسه جوه في الشقه ومش عايز يفتح ولا يرد عليا. يا حسن افتح بقى، انسه فريده عاوزاك يا حسن. طب ازعاق انت عليه كده يا انسه فريده، سمعيه حسك الله يسترك. يا حسن يا حسن، انا فريده، رد عليا. طب هتفضل واقف على الباب كده تنادي عليه وهو ما يردش عليك؟ يعني عاوزاني اعمل ايه يعني؟ تكسر عليه الباب. اهدي بس يا منيره، اهدي بقى. تهدى ايه بس يا انكل جلال؟ طنط منيره عندها حق، لازم تكسر الباب لا يكون عمل في نفسه حاجه. يا نهار ازرق، وقلب مهره يروح عليا. انت في ايه ولا في ايه؟ اكسر الباب. اللي اكسره ده انا طبعا هكسره. يا وعلى كل يا رب. حسن يا حسن. حسن انت فين؟ رد عليا يا حسن. حسن مش موجود في الشقة يا فريدة. يعني ايه؟ يعني الشقة ما فيهاش حسن. انت متأكد ان هو كان في الشقة؟ انا شايفه بعينيا دول. طب هيكون راح فين بس؟ وانا يا حسن عملت مجهود جبار عشان اقنع ادارة الجامعة. طب وكان ردهم ايه يا دكتور؟ بصراحة استهيفوا الموضوع. طب حضرتك تحاول معاهم تاني، يعني مش دايما التجربة الأولى بتنجح، لكن ممكن تبقى مؤشر لنجاح التجربة التانية. حاولت يا حسن، حاولت. قالوا لي دي كلها مجرد افتراضات، وافتراضات قديمة كمان، ومش انت أول واحد فكر في كده. طب والعمل يا دكتور؟ لازم يا حسن تقدم قوانين تثبت بيها نظريتك. ما أنا لوحدي ضعيف ومحتاج حد يساعدني، ودي احتمالية تحتمل النجاح. وأنا حاولت يا دكتور. أنا بأؤكد لك إن الطبيعة الصخرية لسطح المريخ والأبخرة المحيطة به بتؤكد إن في مية تحت سطحه. وانت عرفت منين؟ معاك ما يثبت؟ كل نظريات علوم الفضاء والعلماء اللي حللوا الغبار والغازات اللي بتحيط بالكوكب ده بتثبت كده. ومين أصحاب النظريات دي؟ علماء ليهم أبحاثهم وليهم احترامهم. خلاص يا حسن، سيب اللي ليهم احترامهم دول يثبتوا بنفسهم، وانت مالكش دعوة بالموضوع ده خالص. بس ده موضوع الماجستير بتاعي يا فندم. شوف موضوع غيره وليك عليا أشرف لك عليه برضو. ما أنا ما بفهمش غير في الطبيعة الصخرية لسطح المريخ والجيولوجيا والأطياف الفضائية. فكر في موضوع تاني. يعني ايه يا دكتور اختار موضوع تاني؟ الله، يعني هكتب عن الأمن الغذائي وعلاقته بالطبيعة الصخرية للصحراء الغربية؟ والله موضوع هايل. هو ايه الموضوع هايل؟ الله، يعني ايه يا فندم بس الكلام ده؟ يعني من الآخر لو انت يا حسن عندك إثبات مادي وحقيقي تدلل بيه على بحثك أنا معاك، ما عندكش يبقى خلاص
تقبل بالامر الواقع. يا دكتور احنا شغلنا وابحاثنا مخصوصة عشان نريح الناس من الواقع ونخليهم يحلموا بمستقبل احسن واجمل، والمستقبل ده ممكن يبقى على كوكب المريخ. لازم دليل واثبات. يبقى مفيش غير الحجر. بتقول حاجه يا حسن؟ لا 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 يا دكتور، بس يعني الحاجة اللي عاوز اقولها هأجلها لحد لما اجيب لك الدليل. واو، انت يا جلال؟ تصدقي انا يا مهرة، وبكره تشوفي. بس اللي يشوفك ما يحسش فيك بالاجرام خالص والشقاوه دي. اسالي عن جلال والاسف شركه الكهرباء وانت تعرفي كويس السي بتاعي. انا دلوقتي بقيت مطمنه اكتر يا جلال. لازم تبقى مطمنه، واي حد يعترضك ولا يقف في سكتك قولي له بس جلال والاسف وشوفيه هيبلم ولا لا. حلوه قوي يبلم دي. شوف انا عجباني مفرداتك قوي، كل كلماتك قويه. كل كلماتي ايه؟ قويه؟ هو القوي ما يقولش غير القوي. يا قوي قوي. وانا يا سيدي ظابط النبطشي، واحده واحده بقى وبالراحه عليا. ما انا بالراحة يا فندم، يعني وانا بجري. لا بس انا ما ركزتش مع كلامك من الاول. طب ليه بس؟ انا اسف يا سيدي. قول لي بقى ايه الحكايه بالظبط؟ هو الحاجة باختصار يعني هو حجر من صخور المريخ. ماله بقى؟ الحجر ده سعادتك في البيت عند يوسف بن جيار. وبعدين ايه سعادتك، المفروض ان الحجر ده ما يكونش ملكية خاصة، امال ايه؟ ده ملكية عامة. يعني ايه؟ ناخده ونبيعه ونوزعه علينا؟ لا هو ما حدش قال كده سعادتك، بس هو المفروض يعني ان هو يكون ملك للعلم والعلماء. يا شاويش شعراوي، افندم معاك حاجه للصداع؟ اشوف لك يا باشا. الف سلامة على سعادتك يا باشا. وهتيجي السلامه منين يا اخويا؟ طول ما في ناس لاسعين زيك وما عندهمش اي احساس بالاخرين. وانا عشان يعني لاحساسي بالاخرين قررت اجي وابلغ، ولا البلاغات دي بتعتبرها ضرب من الجنون؟ يعني حضرتك اللي قول لي، هو حضرتك اسمك ايه؟ انا اسمي حسن حسين قلقاسة. ايه؟ قلقاسة؟ يعني خلتني افتح محضر واستقطع من يومي ووقتي ساعتين عشان بلاغ عن حجر من المريخ؟ انا مش فاهم اللي بيضحك يعني سعادتك، بس هو حضرتك مش مصدق؟ بصراحة لا. ليه بس؟ انا شفت الحجر بعيني. وعرفت منين سعادتك انه حجر مريخي؟ ما دي دراستي وشغلتي ومادة بحثي. وانا دراستي بقى محترم وشغلتي ومادة بحثي بتقول لازم اخلص المجتمع من الناس اللي دماغهم لاسعة. يا شاويش شعراوي، افندم خد بتاع المريخ ده حطه في الحجز لحد ما يجي واحد راشد ومسؤول يستلمه. ليه يعني؟ انا مش مجنون، وبعدين ممكن سعادتك تروح بنفسك فيلا يوسف الجيار وانت هتلاقي الحجر هناك. الله، وساعتها هشوف بقى انه مش بلاغ عشوائي وان ده حقيقة مادية. يلا يا بتاع المريخ. لا انا مش مجنون. بلاش تاريخ، بلاش تاريخ بقى يا بتاع المريخ. ايه حجر من المريخ؟ وده مين بقى اللي قدم البلاغ ده؟ شاب اسمه حسن حسين قلقاسة. طب ما هو باين من اسمه هو يا حضرة الضابط. في حد في الدنيا اسمه قلقاسة ويبقى طبيعي؟ لا، ما انا برضه حجزته لحد ما يجي حد مسؤول عنه واهله المسؤولين يستلموه. عداك العيب يا حضرة الضابط، البلد مش ناقصة مجانين. حسن فين يا بابا؟ حسن بيسألي عليه في مستشفى الأمراض العقلية. فريدة افندم يا بابا. اسمعيني، لو البوليس سألك تعرفي حاجة عن الحجر ده قولي لهم ان دي أول مرة تسمعي الحكاية دي. ما انت عارف يا بابا، وانا عارفه ان الحجر ده موجود هنا عندنا في البيت. اعملي اللي بقولك عليه بالظبط. انت عارف كويس يا بابا ان انا مش هعمل كده، والافضل ان البوليس لا يقابلني ولا يسالني، عشان كده اعتبرني مش موجوده خالص في الفيلا. عن اذنك. ما انا قلت لك وانت ما سمعتش كلامي يا معلم. اللي هو ايه؟ تسرق الحجر. اسرقه ازاي بس؟ بالشكل ده هيبقى تفكير عشوائي وفوضوي. اسمع كلامي يا ابني، ما تاخدهاش على صدرك قوي كده. دي سرقة في سبيل العلم والبشرية. هي مش دي اهدافك يا حسن؟ ماشي، بس ما بلاش بقى نسميها سرقة. تعال نشوف لها اسم تاني يسمح لي اني افكر فيها بجد. لقيتها، استعارة مثلا. يا اخي عندك حق، استعارة. انت بس تشوف لي حد بتثق فيه قوي يبقى معايا انا وانت، وسيب الباقي عليا يا حسن. عايز حد تثق فيه؟ بدوي. لا في اللي اهم من بدوي. مين؟ فريدة. لا بقول لك ايه، ابعد فريدة عن الموضوع ده خالص يا جلال. وبكره جاي